سلام من الله عليكم، كيف حالكم يا أساطير؟ بعد غيبة طويلة دامت عدة أشهر عدنا لكم بأسلوب جديد وطريقة مختلفة عن المعتاد. أتمنى أن تنال إعجابكم. هذا الأنمي يعد من أكثر الأنميات رعبا التي ستشاهدونها على الإطلاق، لأن الكاتب هو المانجاكا الشهير جونجي إيتو، والمعروف بفلسفته الغير مفهومة والمرعبة. بالطبع السلسلة مكونة من عدة قصص، وكي لا نطيل عليكم لنبدأ بسرد أحداث حكايتنا. في البداية نرى طالبتان تتحدثان حول سبب إغماء الطالب أويا في الطريق الليلة الماضية، ليضحك بطل قصتنا سوتشي بعدها ويقول أنه يستحق ذلك لأنه كان رائعا أكثر منه. فجأة يوجه نظره للطالبتان ويقول رغم روعة الأمر لكنه يجب أن يبقى سرا، بينما يضحك ويمدح نفسه على أنه محبوب من قبل الفتيات ولديه قوة مرعبة. تنظر إليه الطالبتان باشمئزاز بسبب ضحكه المستمر، وترجع بنا الأحداث إلى الليلة الماضية ونرى سوتشي بشكل غريب في الغابة يدق المسامير في دمية معلقة ويضحك بهستيرية. في نفس اللحظة نرى الطالب أويا في الشارع يتألم بشدة ويستنجد بأي أحد. أثناء الفصل الدراسي نرى طالبان يتشاجران في ساحة المدرسة، بينما ينظر إليهما سوتشي بنظرة مرعبة ويقول ولادة كراهية جديدة، بينما يضغط على المسامير الموجودة في فمه بشكل مرعب. بعد الفصل الدراسي نرى سوتشي في الغابة وهو يبحث عن ضفدع داخل الوحل، بينما يحفر ليخرجه يمدح نفسه كالعادة. يذهب به إلى المنزل ويضعه في إناء مليء بالماء ويغلقه. تنتقل بنا الأحداث إلى مجموعة من الأشخاص يشاهدون التلفاز، بينما يضحكون يطل عليهم سوتشي من الجانب ليتضح أنهم أفراد عائلته. أولا الأخ الأكبر كوتشي، بالطبع هنالك تقارب بالأسماء. كوتشي هو الأخ الجاد الذي يحب لعب دور الأخ الأكبر. ثانيا الأخت سايرو التي تخدع نفسها على أنها جميلة، هذا طبعا ما يقوله البطل. وأخيرا أبواه وجد سوتشي. بعد مرور مدة من الزمن نرى بطلنا سوتشي يقف يحفر حفرة في الغابة، بينما تظهر دمية أطفال على الجانب وهو يازي بصوت خافت لعنة السبات ستكون مناسبة بينما يدفن الدمية. لاحقا يظهر رجل خمسيني يتنقل بين أركان منشأته التي تحتوي على الأشجار الأرز ليجد دمية مغروزة بالمسامير ليتوعد للفاعل بالعقاب. تليها واحدة مدفونة داخل التربة ليشتد غضبه أكثر فأكثر. فجاء يلمح شيئا مدفونا مرة أخرى فيسير إليه غاضبا. عندما وصل بدا يتحسس ما وجده ليجد رأسا بشرية ويقفز مرتعبا. طبعا هذا هو كوردا، أحد الأشخاص الذين كانوا يتشاجرون في ساحة المدرسة، وقع ضحية للسوتشي. ليتضح لنا أن كل ما يحصل للدمية يحدث للشخص المعني. لحظة لاحقا في المدرسة الكل مستغرب من خبر الطالب الذي تم العثور عليه في الغابة. البطل وهو جالس يشعر بالهزيمة والتوتر، لكن عندما خرج الطالب من المشفى لم يتذكر أي شيء، وبالطبع هذه إحدى مكائد البطل. لاحقا في المنزل وجد عنكبوتا فأخذه كالعادة ليرعب به أخته الكبرى، لكن سرعان ما يتدخل أخاها الأكبر ويأخذه منه ويرميه عليها. فيخاف سوتشي بدوره، وبهذا نعرف أن البطل حتى هو عبارة عن شخص خائف في حالة كان الضحية. يمكن أن تستخلص من هذه الحبكة فلسفة هي كن المفترس وتجنب أن تكون الضحية. البشر في حالة شعورهم بأنهم عبارة عن مفترسين يرتفع الجنون والثقة لديهم. لنعد لقصتنا. بدأت الأيام بالتوالي وعاد الوضع هادئا مرة أخرى، لكن في أحد الأيام العادية في المدرسة بينما كان الوضع هادئا نرى ثلاثة أصدقاء يتحدثون مع بعضهم، لكن أحدهم ظل صامتا
فجعل هذا الحدث الحماس يرجع للبطل، وظن أنه يكون حقدا لهم ليلتقي به في وقت لاحق، وأخبره أنه سينتقم له بدون أن يدلي للطالب بأي شيء. نرى سوتشي داخل الفصل الدراسي يمسك دمية، وبينما يغرس أحد مساميره في بطنها بدأ يتألم أحد الطلاب، وطبعا هذا الشخص هو أحد الثلاثة. يطلب الذهاب للمرحاض بينما يشعر بالحرج، ورغم وصل إلى دورة المياه لم يعد يشعر بأي شيء. فورا أخرج البطل من حقيبته عنكبوتا ورماه على الدمية ليخرج عنكبوت كبير فوق الطالب وأطلق نسيجه عليه. أغمي على الطالب بسبب ما حدث، وتم اكتشافه لاحقا، لكنهم وجدوه ملفوفا بورق الحمام فقط. بينما كان الجميع مجتمعين ليعرفوا ما حدث، ظهر بطلنا وأخبر الطالب عن رأيه فيما حدث. بدأ الآخر في الاستغراب مما يقوله، لكن في الأخير لم يلقى بالا لكلامه لأنه يعتبره كشخص كئيب ومجنون. بدأ سوتشي بلعنه قائلا في نفسه: سأدفع الثمن لإحراجك لي. بدل شكري في المساء اتصل سوتشي عليها وبدأ يحادث على أنه شخص آخر، وأنه ربح في مسابقة ما، وأن عليه أن يلتقي به في هذا الوقت المتأخر. لكن الطالب عرف من هو بسهولة لأن تمثيل البطل كان رديئا. جلس الطالب منتظرا سوتشي في المكان الموعود، لكن سوتشي خرج بزي طويل له أكمام طويلة وسوداء مرعبة، وبدأ في ملاحقته. الطالب يجري بكل ما أوتي من قوة، والبطل كان يتبعه من الوراء وهو يضحك بينما كان يتبع سوتشي. الطالب علق في أحد الفخاخ الخطيرة التي وضعها الرجل الخمسينية، وعلق بين الأشجار. توقف الطالب وأخبر أنه عليه الكف عن هذا، فإن وجدهم صاحب المنشئة العصبية فسيعاقبهم. هرب الطالب مسرعا بينما كان سوتشي يستنجد به من بعيد، لكنه في النهاية لم يتوقف وبدأ في لعنه مرة أخرى. من بعيد يرى سوتشي الرجل صاحب المنشئة قادم إليه. يتحرك الرجل إلى مكان الأوضاع ليجد سوتشي ويتهمه بأنه هو الذي كان سببا في خراب كل أشجاره، وبعدها توعده بالقتل. بسرعة أطلق عليه الفأس التي كانت بحوزته، لكن لحسن الحظ لم تلمس سوتشي. بدأ الرجل في البحث عن طريقة لإنزاله وهو يتوعده بالقتل. فجأة خرج كوتشي، وهنا تنتهي حلقتنا. أتمنى أن يكون أسلوبي السردي الجديد قد أعجبكم، وأعدكم هذه المرة أننا سنستمر لأن فريقي السابق قد ترك العمل وكونت فريقا جديد. وقبل الوداع، هذا هو أسلوبي في الرعب، لكن سيكون هناك تطور في هذا الأسلوب الرعبي، وسوف يكون هناك تطور بخصوص الأسلوب السردي العادي للأنميات الحماسية. وداعا.